يشهد الموسم الحالي تراجعا كبيرا في مستوى نجم الهلال الدولي السابق ياسر الشهراني على الصعيدين المحلي والقاري، إذ لم يشارك الشهراني سوى 69 دقيقة فقط خلال انتصار الزعيم على اسبهان أصفهان 3-1 الخميس الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يقرر المدرب البرتغالي للزعيم خورخي خيسوس استبدال الشهراني مقررا الدفع بزميله محمد البريك في الرواق الأيسر. ولم تكن هي المرة الأولى التي يقوم فيها خيسوس باستبدال الشهراني، حيث سبق وانسحب النجم المخضرم من الملعب لعدة أسباب مختلفة سواء إصابة أو تغيير تكتيكي. وشهد الميركاتو الشتوي الماضي تعاقد الهلال مع البرازيلي رينان لودي قادما من مارسيليا ليشغل مركز الظهير الأيسر. وتشير تصرفات خيسوس تزامنا مع تراجع مستوى الشهراني إلى اقتراب مسيرة اللاعب من النهاية مع الهلال، بالإضافة لعدة أسباب أخرى. وبخلاف البريك ولودي فهناك ناصر الدوسري لاعب الوسط الشاب والذي يجيد أيضا اللعب في هذا المركز، وبالتالي فإن موقف الشهراني سيكون صعبا تزامنا مع اقتراب عقده من النهاية في صيف 2025.